السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما يا رب. انا احمد رفعت، والنهاردة هنبتدي سلسلة اتعلم كمبيوتر، وده اول فيديو في السلسلة بتاعتنا. لو عجبتك السلسلة ما تنساش تدعمنا بشير ولايك وسبسكرايب، ويلا نخش في الموضوع على طول. طيب النهاردة هنتكلم عن أول حاجة بنقابلها عندنا، هو سطح المكتب. زي ما احنا شايفين هنتكلم عن ازاي ننشئ مجلد، أو إن احنا نكريت فولدر، أو إن كما يقال في البعض إن احنا نعمل ملف. طيب يبقى أول حاجة هنشتغلها النهاردة هو ازاي إن احنا هنعمل مجلد أو فولدر كما يقال. طيب بتيجي في سطح المكتب او اي مكان انت واقف فيه، مش لازم في سطح المكتب، ممكن في اي حتة فاضية. بتدوس كليك يمين، بتدوس على نيو، بيظهر لك فولدر. دوس على فولدر، انت كده عملت مجلد جديد. طيب هو هنا اول ما بتعمل مجلد جديد على طول بيقول لك ان انت تغير اسمه لو عايز، لو مش عايز بتدوس انتر، بيبقى اسمه نيو فولدر. ولو عندك واحد معمول قبل كده بنفس الاسم فبيزود لك جنبيه واحد، لو عندك اتنين معمولين قبل كده بنفس الاسم فبيزود لك بعديه اتنين تلاتة اربعة. طيب من ضمن الاسئلة اللي الناس سألتها في محاضرات قبل كده، يا احمد هو ازاي انا اقدر اغير اسم مجلد؟ تقدر تغير اسم مجلد ان انت تقف على المجلد نفسه وتدوس كليك يمين، وتنزل تحت كده خالص هتلاقي حاجة اسمها رينيم، دوس عليها وتسمي المجلد ده وليكن اي اسم انت عايزه. انا هسمي المجلد ده باسم بوك. كده احنا سمينا المجلد. بعد ما نسمي بندوس انتر او نقف في اي حتة فاضية، هتلاقي اسم المجلد بتاعك اتغير عادي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، متنساش تصلي على النبي. شكرا جزيلا.